اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، باحبكم دايمًا في الله. تعالوا نعمل بقى إيه، حاجة كده جميلة جدًا، جدًا، وطبعًا نفسنا دايمًا نبقى فيها ومش عارفين نجيبها إزاي أو منين. هنعمل إيه زي ما شايف كده معانا نسمي بسم الله كده، مالناش دعوة حلوة الدول العربية كلها بإصلاح الحال. و وحبايبنا كلها يا رب كده بالنصر والتوفيق دايمًا، ودايمًا يجعلها دايمًا أيام خير عليهم الأمة الإسلامية جميعًا والدول العربية كلها. هنعمل إيه معايا ربع كيلو فلفل أحمر كده مشطشط، عايزينه بارد أو حامي أو حامي ماشي اللي يرجع لكم. ده ربع كيلو غسلاه كويس جدًا وسِبت لها متصفى ونركنه كده. تعالَ بقى معايا بولة، ومعايا إيه، ومعايا كده الكيس اللي أنتم شايفينه ده فيه حاجة ما شاء الله العيشة اللي دايمًا عند الفلاحين، طريقتها سهلة جدًا، جدًا، دايمًا الفلاحين بيعملوها بطريقة سهلة جدًا. إيه ده؟ ده لبن رايب بس لبن رايب حادق. لبن رايب حادق ده بيتعمل منه حاجات يعني إيه كتير جدًا، تعمل منه كمان الكشك، وتعمل منه يعني حاجات كتيرة. وتعمل كمان من المش اللي إحنا هنعمله دلوقتي بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. أنا جايبة إيه كيلو وربع، ده كيلو و ومعايا طبعًا كيس تاني فيه ربع كيلو. المهم إيه، موجود كده عند اللي هم الفلاحين اللي بيبقى معاهم سمنة أو جبنة قريش. المهم إيه، طبعًا نجيب كده كيلو وربع أو كيلو على حسب سعر ما موجود على حسب سعر كل مكان. دول الفلاحين كده اللي معاهم الجبنة القريش أو السمنة. طبعًا أو بتاع اللبن اللي أنا عاوزة لبن رايب حادق، ماشي، أو لبن على حسب بيسموه لبن حادق أو على حسب بيسموه لبن حامض. كل بلد وليها إيه طريقتها أو كل بلد وليها سروها. تمام. أنا بافضّيه كده ببولة زي ما شايفين كده، وهافضّيه وبيتعمل بطريقة سهلة جدًا. بيطلع من الزبدة وبيطلع من الإيه، من الجبنة. الجبنة اللي هو الشيرش بنزوّد إيه، بنزوّد به برضه المِش طبعًا زي ما شايفين. والمِش ده بيتعمل من اللبن الحادق أو اللبن الحامض أو اللبن الرايب اللي هو نفس النوع اللي شايفينه قدامكم ده. بيتعمل إزاي، بيطلع من السمنة، سمنة زبدة كده بيطلع لبن بيبقى عامل زي السائل زي ما كده. نحطه في جردل ونغطيه ويسيبه بقى مع الوقت بيتقل، ده يتقل كده، زوّديه بيتقل ما شاء الله لمّا بيتعمل كده عامل زي لبن يابس أو لبن تقيل زي ما أنتم شايفين. أنا عملت إيه، جبت بقى الربع كيلو فلفل كده قطعته قطع صغيرة وحطيته في الكبة وافرمه فرمة كده كويسة جدًا. زي ما شايفين افرمه كده وننعمها كويس جدًا حسب كده ما أنتم حابين وننزل بيها عليها. تمام كده. أدي حطينا كده عليه. أدي طريقة المِش كده، الطريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا، ومكونات بسيطة جدًا مش غلابة ولا صعب ولا حاجة. فضينا كده عليه ونقلبها بقى كويس جدًا، جدًا كده. عايزين تزوّدوا ماشي، مش عاوزين دي حاجة ترجع لكم. عامةً المِش كل ما بيزيد حماره، كل ما بيطوّل عندِك، كل ما بيبقى قديم ويقدم. تحطّي فيه جبنة كمان بتقدم بس تسيبيه بقى، تسيبيه وتحطّيه كده وتسيبيه تحطّيه بقى عندِك بلكونة فيها شمس مثلًا تحطّيه بقى عندِك سطح مش تحطّيه. أنا هاحط إيه، حبّة حلبة اللي هي الحلبة الصفرا اللي هي الحبوب دي. تكون نضيفة عندِك وناشفة ما يكونش فيها مَيّة خالص، ونحطها كده فيها. بيدينا بقى الطعم كده في المِش، ودي عاملة زي مواد حافظة، تحفظ المِش من أي حشرات. كمان لو عندنا آمم، لو عندنا كمان اللهم صل عليك يا نبي، ترمس اللي هو مجفف أو الترمس اللي هو الناشف طبعًا ما يكونش بالينه خالص. نجيب كده كام كده حبة ترمس صغيرين يعني بتاع نُص كوباية صغيرة، ونحطها فيها كمان ونسيبه. عايزين تزودوا الحمار بتاعنا نحط له كمان إيه، زي ما شايفين كده يعني معلقة بابريكا أو قرنفط القرنفط الحلو زي ما انتم شايفين كده. هناك في القرايب بيحطوا له قرنفط بلدي يكون هم عاملينه على ايديهم، بيحطوا القرنفط يكون بيبقى حامي جدا وبيحرق. بتعمل برضو من نفس الشطة دي بس ايه، بيجففوها وبنشفوها ويفرموها كده وينعموها على ايديهم. تمام كده. وادي زودت له كمان هريسة الشطة الخضراء عندنا معلقتين كده او 3. تمام. انا عاوزة احمر وهحط كمان فيه جبنة، وهاحط فيه كمان قشر يوسفندي أو اليوسفي زي ما انتوا بتسموه. وهيقعد كده طول عندي أحطه كده برطمان في علبة، في علبة حافظة اللي عندك تقدروا تحطيها فيها. تمام. بس هو عاوز برطمان يا اما كده حافظة لان مينفعش يتحط في أي حاجة ألموني خالص. قرن الفلفل كنت حشيها قطعت قطع كده صغيرة. يا سلام كمان لو عندك قرون فلفل خضرا كده صغننة تحطي فيها وتسيبيها كمان.
نحط بقى القشر البرتقال اليوسف اهو. يعني كده بصي زي ما انت عاوزه. عذرا. ما شاء الله والله كانت ريحته تجنن وريحته حلوه جدا جدا. بعدين بعمله كده بيبقى عاجب اولادي جدا جدا. قال لهم بقى احط بطرمان واحطه في التلاجة عندي. آه ممكن احط فيه طبعا كيس على البطرمان كده واغطيه بغطا عشان طبعا ما ينزحش، يعني ما يطلعش منه اي سوائل. وبمهم ايه لو حبيت ان انا اسيبه فتره طويله. انا جبت البطرمان زي ما انتم شايفين كده وهحطه فيه. وادي عندي كمان جبنه ماما كانت بعتالي الجبنه دي زي الزبده، يعني ما شاء الله بصي مش مستحمله. فتولت من انها عامله كده دخلها قشطه وجميله جدا جدا. فانا ايه هحط حبه المش الاول البطرمان ده كده ون ايه. وبعد كده احط فيها حتتين الجبنه. والجبنه المفتوله عندنا دي هحطها ايه في المش. تمام كده ما شاء الله اعمل حبه مش يقعد عندي سنه. والله ما شاء الله بصي من كيلو هتلاقي عندي كده بجيب نص كيلو بعمله بالطريقه دي. كل ما يخلص بعمله بالطريقه، ما بشتروش من بره خالص. لا بعمله دايما بالطريقه دي واحطه عندي في الايه في التلاجة على طول. والله بنطلع منه في الطبق ونحط عليه معلقه طحين وحبه زيت كده وحته طماطم كده نقطعها قطع صغيره. وما شاء الله قالب بكلي والله الواحد ياكل ما يشبعش منه من حلاوته وجماله وطعمه. بيبقى حلو جدا جدا. بيبقى احلى كمان واجمل من انك تشتري بره حاجه عاملاها في ايدك كده. عاملاها بايدك نظيفه حاجه جميله جدا وطريقتها سهله وبسيطه جدا. انا كده بقيت الجبنه اللي مفتوله حطيتها واقلبها واكمل بها بقيه البطرمان على الجبنه. تمام. البطرمان ده مش هفتح عليه خالص دلوقتي. انا هركنه بس عندي بطرمان صغير هتلاقي شوف كده عندكم العلبه صغيره هتلاقي فيها مش. ده دايما بستعمله او بنستهلك منه عامه. نقلب كده كويس جدا زي ما شاء الله زي ما انتم شايفين ونكمل بها بقيه البطرمان كده. ايه هتلاقي بقى طول تدخين جدا. لا ما شاء الله كل ما يقعد يكون كل فتره كده تحركيه. كل فتره كده تحركيه كده. يعني تقلبيه كده من فوق لتحت من تقلبي البطرمان زي ما هو متغطي كده من فوق لتحت. ما شاء الله جميل جدا جدا وكم بيطول ما بيقدم ويبقى حلو قوي. ادي مشري بقول لك عندي اهو جميل جدا. ودايما بنطلع منه كده ونستعمل. بصي وادي الجبنه كل ما بتوع كل ما بتبقى حلوه وبتبقى جميله جدا جدا. وتبقى بتشرب منه كده الطعم وتطلعي منه بقى حته الجبنه. يا سلام بقى على حته الجبنه. سواء كان بطلع منها حته الجبنه دي اعمل منها اي حشو انا حباه. القرص طبعا سمبوسه جولش اي حشو انا حابه كده. نحط الباقي كده هنا ونكمل بقى البطرون بتاع او العلبه التانية زي ما شايفين كده. وما شاء الله اهي نقلبها وبسيبها كده وبرده اغطيها واسيبها احطها في التلاجة. تمام. لو عندنا سطح نقدر نحطه في الصحن. ما عندناش خلاص نحطه في التلاجة ونعمل الكمية اللي كيلو او نص كيلو او كيلو الا ربع. جربي كده بنص كيلو وحطي كده. هرش بس رشة زيت كده عليه على الوش. مش كتير يعني بتاع معلقة كده معلقتين. تمام كده. واغطيه واحطه كده في التلاجة زي ما قلت لكم كده. انا خلاص خلصته ولا غلبة ولا خد مني اي وقت خالص خالص. كده ما شاء الله عملت حبة حلوين جدا جدا. نطول عليه زي ما بقولكم كده زي ما انتوا حابين. وما شاء الله ريحته تجنن وكانت فحفاها وبنتي عماله تاكل فيه. كمان البطرمان ده انا رجعت فتحته وقلبته تاني وحطيت فيه كيس عليه كيس وقفلته وركنته برضه في التلاجة تاني. تمام. اما ده بنتي طلعت منه وقلبت كده برضه حبة زيت كده صغيرين وعلى كده خلاص ونغطيهم. وكده خلصنا خلاص عملنا ما شاء الله خير الفلاحين او البركة دايما بنسميها كده. يا رب يكون بقى عجبكم. ما تنسانوش دايما لايك فضل وليس امر اشتركش في قناه اشترك عشان طبعا اوصلوا كل جديد. واسيبكم دايما في رعايه الله. ما تنساش دايما تذكروا الله يذكركم. واقول لكم دايما ما تنساش في الدعاء لاولادنا في الايام دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.